السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد هشام. أنا حابب أتكلم معاك أو معاكم عموما يعني في أول زي الحمد لله ربنا كرمني من باشمهندس كريم وباقي التيم اللي معايا. أنا أصلا إزاي إن أنا أتعلم إعلانات، إزاي أتعلم سوشيال ميديا، كونتات على السوشيال ميديا، إزاي أعمل مواقع للبيدجات، إزاي أعمل أبقى جرافيك ديزاينر، إزاي أتكلم مع العميل، إزاي أبيع للعميل، إزاي أقنع العميل، أشوف العميل محتاج إيه مش محتاج إيه، أفهم العميل هو عاوز مني إيه عشان أعرف أديهوله. لقيت الباشمهندس كريم منزل كده حاجة AI بيساعدك في إن أنت تنظم خطتك وتنظم. صراحة دخلت الشات جي بي تي اللي هو مهندس كريم مخصصه، سألته وقعدت اتكلم معاه وفهمته انا عاوز اعمل ايه وعاوز اعمل ايه وعاوز اعمل ايه. بنى لي خطه في منتهى الروعه. قال لي هنعمل الاول صفحه، طبعا ده انا كنت عاملها بس كنت عاملها بشكل خاطئ، اللي انا عاملها الاثنين مع بعض. قال لي لا، انت لو انت هتتخصص في مجال معين هتعملها في المجال ده، لو هتتخصص في المجال ده هتعملها في المجال ده. بدات اعمل الصفحه بتاعتي على الجرافيك ديزاين. قال لي طبعا لازم يبقى في لوجو باسمك. بدات اعمل لوجو ليا وادور. المهم خلال الثلاث اسابيع دي انا كنت كل يوم بعمل ديزاين اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش، واللي ابعته للاي اي للشات جي بي تي. في حاجه كده هو مخصصها برضه اللي هي اسمها سيستم ميلو، هي دي بنبعتها ليها مثلا التاسكات بتاعتنا وهي قيمها لنا. كتير قوي قيمتها من 10 و2 من 10 و3 من 10. ما كنتش لسه عمق، وانا كنت بذاكر كانفا وفي نفس الوقت بطبق على اللي انا بعمله. الصراحه انا كنت مبسوط من نفسي ان انا عملت الصوره دي، وحتى يعني بعتها على الجروب بتاع الكورس وبعتها لاصحابي وبعتها لاهلي وبعتها لناس كتير ونزلتها على الصفحه عندي. لقيت الريفيوز عليها حلوه قوي، عجبتني قوي. فرصه كويس، ده حاجه حلوه مبسوط بيها جدا. انا ان شاء الله ربنا كريم وهوصل للحلم والهدف ده باذن الله لحد ما ربنا كرمني باول 200 جنيه حرفيا. حد منزل كده بوست على الفيس اللي انا عاوز اعمل بوستر بطريقه معينه انا اقدر اعمله لك. دخلت وكلمته واتفقت معاه وبتاع وعملته له. خدت اول 200 جنيه من الشغل حرفيا. ما تعرفش انا كنت مبسوط ازاي قوي. 200 جنيه دي ان عيل اداله مصاصه وقال له او لعبه جديده جايبها حاجه انا اجتهدت فيها وتعبت فيها وصبرت فيها عشان خاطر 200 جنيه. انا بالنسبه لي ده كنز، خاطر انا وصلت لحاجه اقدر اعمل بيها شغل. انا كنت فاقد امل في فتره معينه، لو انا خلاص انا هفضل قاعد في الشغلانه بتاعتي موظف بقبض مبلغ معين، مش هقدر ادخل لي فلوس زياده، بفكر في السفر، بفكر اعمل حاجه اي حاجه. فين ربنا كرمني بالعميل ده، انا بقى عندي طاقه وباور رهيب. اللي انا كان فيش اسبوعين بالكتير قوي، اسبوع و12 يوم 13 يوم بنزل بوست كده عن الاكل، انا اقدر اعمل ديزاينات اكل معينه وبتاع وشكل لذيذ وعصري وبالاي اي وكده. لقيت مطعم من عندنا هنا وبيكلمني على الخاص، بيقول لي انا عاوزك تتكلم نقعد نعمل ميتنج وكده وبتاع، وان انت تمسك الصفحه عندنا وتعملها. حرفيا انا سجدت من كتر شكر ربنا، وقعدت اشكره كتير قوي 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 على الكرم اللي هو كرمه. كل ده حرفيا ما كانش هيحصل الا بمجهود اللي معمول في الكورس، طبعا بالسعي اللي انا سعيته وكرم ربنا طبعا اول والاخير مستر كريم التيم اللي معاه. انا لولا انا مش كنتش هوصل اللي انا فيه دلوقتي. انا لسه ما وصلتش للي انا عاوزه، بس حرفيا انا مبسوط ان انا اقدر اعمل حاجه. دلوقتي انا بشتغل على نفسي اكتر وبطور من نفسي اكتر، والكورس ذات نفسه بيطور من نفسه. يعني انا لقيت الباشمهندس بينزل حاجه كده على الجروب اللي هو فيه كانفا AI فتره دي، انا سمعت عنها من كام يوم بس انا ما رضيتش اتكلم معاه الصراحه. قلت يمكن دي حدود الكورس دلوقتي. لقيته لا، في تحديث وفي الكانفا AI اللي انت تقدر تعمل برومت معين من عن طريق الاي اي. فانا انبسطت ان هم بيطوروا والكيان ذات نفسه بيدعمك بطريقه ممتازه حرفيا. اللي هو انا ببعت لهم شغل ليا يقولوا لي يدعموني، يقولوا لي مثلا في حاجه هنا كويسه حاجه هنا مش كويسه. لا انا مبسوط ان انا في المكان ده، وبجد انا بقول لكم هو انا ناس من مع زمايلي انا بحاول اقنعها انها تخش الكورس، عشان ده مش كورس، ده اسلوب حياه. ده هيبقى اسلوب حياتك بعد كده. دخل منه دخل ان شاء الله انت ما كنتش هتبقى مستوعبه باذن الله. يعني بجد بشكر الرائع المنظومه اللي كامله، طبعا ما فيش كامل الا ربنا، على المجهود الرهيب اللي هي باذله بجد. يعني ربنا يكرمهم ويديهم من واسع ويرزقهم بجد، عشان هم بيعملوا مجهود جبار.